يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده مع بعض هنعمل خزين الطماطم بتاعنا. كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على شهر رمضان، شهر مبارك. وطبعا اذا احنا عندنا الطماطم معصوره ومتسبكه يبقى انت خلصتي نص الاكل بتاعك. فيلا بينا نشوف بطريقه سهله جدا وبسيطه ازاي ان احنا نخزن الطماطم وتبقى جاهزه على الاكل. يلا بينا بسرعه نبدا، وما ننساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. جبت الحله بتاعتي ولعت عليها البوتاجاز. كل اللي هعمله ان انا هنزل بكوبايتين ميه. انا الكميه اللي عندي هعملها 5 كيلو. كوبايتين الميه اهم معايا. كل اللي هعمله ان انا هجيب الطماطم ال5 كيلو اللي عندي بعد ما اكون غسلاها كويس قوي، واقوم مقطعاها نصاص وارميها في الحله. يلا بينا. انا كده هقطع الطماطم بتاعتي زي ما قلنا نصين بس، مش كتير. هي كده كده لما الميه تغلي تتسبك الموضوع هيبقى بسيط. طبعا بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. كده احنا عندنا الطماطم اتقطعت تمام. يا دوبك كده هنحطها في قلب الحله اللي فيها كوبايتين الميه عشان تشتغل مع نفسها. يلا بينا. زي ما احنا شايفين انا عليت النار عليها، كوبايتين الميه و5 كيلو طماطم متقطعين نصاص. هستنى لما تغلي خالص وتبدا تاخد تدي مع نفسها، وهقول لكم بعد كده الخطوه اللي جايه بعدها ايه. كده بقت الطماطم عندي اهي دخلت التسبيكه، بدات. ولو نلاحظ هي بدات القشره تنفصل عن الطماطم منتهى البساطه. ودي اسهل طريقه عشان نشيل فيها قشر طماطم من غير ما نقول هم ان احنا نصفي بمصفى ولا الكلام ده. لو حسينا ان هي لسه قدامها شويه نستنى شويه برضو هنلاقي القشره بتتشال بمنتهى البساطه. طبعا عشان القشر بتاع الطماطم بيوجع القولون، وتقريبا معظمنا بيعاني موضوع القولون ده. تاخدوا بالكم هي بتتشال القشره بمنتهى السهوله. في حاجات لو لسه ماسكه لا، انا هستنى على الطماطم شويه. بصوا شايفه ان دي حاجات لسه ماسكه نفسها شويه، فهستنى عليها شويه ونقوم راجعين لها تاني. بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. زي ما احنا شايفين كده هي خلاص قربت تتسبك خالص. هتلاقي القشره بتطلع بسهوله قوي زي ما احنا شايفين. طبعا الطريقه دي فيها ميزتين غير عاديين. اول حاجه اني انا بترحم من العصر في الخلاط والمصفى عشان القشر. تاني حاجه وده الاهم، اني حتى لما بعمل في الخلاط لو مش هصفيها فالقشر لسه موجود فهي برضه هيتعب لي القولون، فانا كده بتخلص من الحاجه اللي هتتعب لي القولون كمان. الطريقه سهله زي ما احنا شايفين، القشر بيتسحب معايا بسهوله جدا. كده انا خلاص عندي اتسبكت والقشر تقريبا كله اتشال زي ما احنا شايفين. اخر حاجه عندي هحط لها سنه ملح. والتركه بتاعتي بقى اللي دايما متعودين على حته كده زياده، هحط معلقتين بابريكا مدخنه عشان تديها اللون الاحمر الجميل والنكهه التحفه. اديتها التقليبه، هديها غلوه كده واوطي عليها 5 دقايق وهطفي، ولما تبرد هنكيسها وبألف هنا وشفا ليكم. زي ما احنا شايفين كده لونها بقى تحفه وقوامها بقت متسبكه ومعصوره وزي الفل، جاهزه على الاكل. هنستنى بس انها تبرد خالص وبعد كده نكيسها ونشوف الشكل النهائي ليها. طبعا بفكركم باللايك والسبسكرايب وما تنسوش تدوسوا على الجرس. ده كده الشكل النهائي بتاعي اللي طلع بعد ما الطماطم بردت وكيستها. طبعا زي ما شفنا بأقل مجهود من غير ما استخدم خلاط ولا مصفى، شلت القشر بمنتهى البساطه ومنتهى السهوله تمام. وزي ما شايفين لونها ازاي جميل. طبعا واحنا بنشتري الطماطم نخلي بالنا تكون حمراء و
لونها حلو، ما يبقاش صفرة او خضرة، فتدي اللون بتاعنا. والبابريكا طبعا عاملة شغل عالي جدا مع اللون، وهتبقى مديها حتة في الطعم والنكهة تحفة. المهم ان انا بحب اخزن في الاكياس دي علشان تبقى سهلة لما اجي اطلع استعمل. ممكن لو عندك اكياس عادية طبعا براحتك، وفي ناس عندها علب التخزين في الفريزر، بس انا بحب دي علشان ما بتاخدش مكان. بس بصراحة لما بخزن في اكياس اصغر من دي شوية، بس ده المتاح عندي دلوقتي. فانا بعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي هنشيلها ازاي لغاية ما تتجمد في الفريزر، عشان يبقى سهل اطلعها واكسر منها واشيل تاني من غير ما اسيح كل الكمية. بما ان الكيس عندي كبير، فانا هشيله في الفريزر بالمنظر ده لغايه لما يتجمد خالص. فبالتالي لما اجي اسحب منه هعرف ان انا اكسر بالسكينه الحته اللي انا عايزاها. لو كان عندي اكياس صغيره شويه كان طبعا هيبقى الموضوع اسهل بكتير. بس زي ما احنا متفقين ان مبدأنا ان احنا بنتصرف بالامكانيات اللي عندنا. نفس الكلام هنا اهو. الف هنا وشفا ليكم، مستنيه تعليقاتكم ومستنيه اقتراحاتكم زي ما متعوده منكم. مش هننسى اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس.